السلام عليكم، انا محمود رمزي وده فيديو مش كامل. انا متاكد ان بعد سنه مثلا هشوف الفيديو تاني واقول ليه الفيديو عامل كده، ليه مثلا شكلي عامل كده، ليه الاضاءه بالمنظر ده، ليه مثلا خلفيه باللون ده. هقول مثلا حاجات كتيره مش عجباني، ولكن الفيديو ده ان شاء الله بعد التطوير بقى لمده سنه هو اللي هيخليني اوصل للمكان اللي انا فيه، اللي ساعتها ما يعجبنيش الفيديو ده. ولكن هو فيديو مهم جدا لانه بيجاوب على سؤال مهم جدا، وهو احنا ليه بنستنى الوقت المناسب وازاي ما نعملش ده. ولكن الاول انا مش جاي اقول مثلا 5 نصائح عشان تبطل تسويف او اي كلام من ده، انا جاي افكر معاك من الاول ايه سبب ده وازاي نعالجه بطريقة مجربة فعلا وبطريقة بتشتغل، والفيديو ده اكبر دليل عليها. بص، انا مش ساحر، ولكن اكيد في حاجه في دماغك عايز تعملها ومستني الوقت المناسب. ان يكن بقى ايه هي الحاجه، عايز تتعلم لغه، عايز تاخد كورسات في حاجه معينه، عايز تسافر، عايز اللي انت تعمل فيديوهات، عايز اللي انت تكتب مثلا مقالات او تكتب روايات او قصص او غيره. في حاجه في دماغك انت عايز تعملها بس مأجلها ليه؟ استني اللحظه المناسبه اللي تعرف تعمل فيها. انا جاي لك المستقبل بقول لك اللحظه المناسبه دي مش هتيجي. وعلى فكره اللي انت فيه ده مثلا مش كسل او مشكله فيك، لا، هي حاجه علميه اسمها بيرفكشنزم باراليسيس. وهنا مش مجرد مثلا الموضوع اللي انت كسلان او اللي انت ما عندكش اراده او غيره، لا، الموضوع اكبر من كده. الموضوع اللي انت عندك طموح كبير لحاجه كبيره عايز تعملها، وحاسس انك دلوقتي مش هتعرف تعملها، فبتعمل ايه؟ بتسوفها وما بتعملهاش وبتقعد تاجل، مستني اللحظه المناسبه اللي مش هتيجي. وبالفعل في باحثين اسمهم بول هيوت وجوردان فليت، اتمنى اكون بقول اسمهم صح. الناس دي من اشهر الناس اللي اشتغلوا على موضوع الكماليه. لو ان الكماليه بتتقسم لحاجتين مهمين، حاجه الاولى اسمها ستريفنج، وده اللي هو الطموح الصحي اللي احنا عايزينه. مثلا والله انا عندي طموح اللي انا اعمل كذا واوصل لكذا وكذا، تمام، ده حلو قوي، ده طموح صحي. وفي بقى نوع تاني، ده اللي فيه مشكله جدا، اللي اسمه كونسيرن، وده بيبقى فيه خوف من الخطا. وهي دي بقى منبع المشكله كلها. انت اللي بيوقفك مش الطموح، انت اللي بيوقفك الخوف اللي جوه الطموح ده، ان ما تعرفش تعمله بالشكل اللي انت عايزه. وده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، وده اللي احنا هنفككه واحده واحده، وهنعرف ان شاء الله ازاي ممكن نتغلب عليه. في حاجه اسمها بيرفكشنزم بروكراستينيشن لوب. ايه اللوب دي؟ هي عباره عن حلقه بتتكون من حاجتين، بيرفكشنزم وبروكراستينيشن. يعني ايه؟ يعني كماليه وتسويف. انت عايز تعمل حاجه، وعايز تعمل حاجه كبيره جدا وبشكل قوي جدا، ولكن انت مش هتعرف تعملها دلوقتي، فبتعمل ايه؟ بتسوف في انتظار الوقت المناسب ليك اللي انت تبدا فيه، فما بتبداش، وبتفضل في دايره كبيره من التشكك، والتشكك في نفسك وفي قدراتك، وفي ان انت لا مش قادر تعملها، واللي انت الموضوع صعب عليك، وان انت لسه ما جاش الوقت المناسب، وان وهتلاقي في الاخر ان انت مكانك مش بتعمل حاجه، بل ان عليك ضغط اكبر، اللي انت لغايه دلوقتي لسه مش عارف تبدا ولا تعمل اللي انت عايزه. وكل ده بسبب ان انت خايف تغلط. يا اخي اغلط، يا اخي، يا اخي اغلط. حد دمه اتحرق، اشرب بق شاي بنعناع وارجع اكمل. الحمد لله. في كتاب جميل جدا اسمه ارت اند فير. الكتاب ده كان فيه قصه انا بحبها جدا بصراحه، وممكن يكون البعض منكم سمعها. هو ببساطه كان في زي مدرس تصوير، والمدرس ده قسم الطلبه بتاعته لمجموعتين. المجموعه الاولى قال لهم انتوا الحساب بتاعكم هيكون بناء على عدد النتائج او الصور اللي انتوا اخدتوها، اما النوع الثاني فانتوا هتكونوا الكواليتي، يعني الجوده. انتوا هحاسبكم بجوده الصوره اللي انتوا طلعتوها. يعني الاول مطلوب منه كميه 100 صوره 200 صوره، اما الثاني فانت مطلوب منك كواليتي، صور لي حتى صوره واحده ولكن بجوده عاليه جدا. فالمتوقع ان مين هيطلع عنده احسن جوده؟ اللي هو اساسا شغلته الجوده. ولكن اللي حصل كان عكس كده، اللي طلع عنده احسن صوره من وسط الصور كانوا هم مجموعه الكوانتيتي او العدد. ليه ممكن تحصل حاجه شبه دي؟ ببساطه لان هم بيصوروا كتير، فمع كل صوره مثلا يلاقوا في مشكله فيحسنوها في اللي بعدها، فيلاقوا حاجه تانية فيحسنوها. فمثلا اجي اصور صوره كده الاقي لا الشمس هنا جامده، فخلينا مثلا نروح لزاويه تانية، فجرب اصور الاقيها مثلا اللينس مش احسن حاجه، فالصوره هتلاقي مثلا بليري شويه كده، فهقول لا انا اصورها مثلا من الناحيه الثانيه. هبدا مثلا اغير اللينس بتاعت الكاميرا، هبدا اللي انا مثلا اجرب مثلا زوايا جديده، اجرب اضاءات جديده، اجرب حاجات كتيره. ما انا معايا بقى عدد كبير من الصور، فعمال اجرب واشوف الاحسن واطور عليه، وكل حاجه بحسنها انا عمال اطور عليها لحد ما في الاخر هعمل صوره احسن من اللي قاعد بيدرس بس وبيفكر ويخطط ازاي هيطلع احسن صوره ممكن يعملها، لان هو ما عملش قد اللي انا عملته، ما اتعلمش قد اللي انا اتعلمته من كتر التجربه. فبالتالي
انا اللي هسبقه، هعرف اعمل حاجات احسن منه وبجوده اعلى منه، حتى لو هو اصلا كان هدفه في الاخر هي الجوده. بما اننا اتكلمنا عن ان هم كل صوره بيحسنوا نفسهم عن الصوره اللي قبلها، فمن اهم الكتب اللي اتكلمت في النقطه دي هو كتاب العادات الذريه. كتاب العادات الذريه كان بيتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي تحسين نفسك ولو 1% بس كل يوم. شوف على مدى سنه هتوصل لفين، سنتين 3 بمجرد 1% بس في اليوم. كان بيقول لك ان انت لو حسنت نفسك بنسبه 1% كل يوم هينتهي بك الحال بنتائج احسن بنسبه 37 ضعف بعد سنه بس. يعني تخيل انت في سنه حسنت نفسك عن وضعك الحالي 37 مره، والنمو بيكون اكسبوننشال، يعني هيجي عند نقطه وهتلاقي نفسك اتطورت بشكل اكبر من اللي تتخيله. شبه الداله الاكسبوننشال او الداله الاسيه، لما بتبقى ماشيه الاول صغيره 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 بعدين تلاقيها طارت طلعت لفوق مره واحده. وان شاء الله في حلقه كامله هنتكلم فيها عن موضوع الاستمراريه وموضوع اكسبوننشال فانكشن اللي اتكلمنا عليها والتطور وهكذا في حلقه جايه. فاتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه علشان هيبقى فيها ان شاء الله موضوعات جميله جدا ومفيده باذن الله. واخر حاجه حصلت معايا النهارده وهي اللي خلتني احس ان انا لازم اصور الفيديو ده دلوقتي، هو كنت بقرا كتاب اسمه سيكولوجيه المال، وكان بيتكلم فيه على مبدا مهم جدا اسمه تيل ايفيدنت. يعني ايه تيل ايفيدنت؟ كان بيتكلم ان المستثمرين ممكن يستثمروا في 100 سهم او 100 شركه مختلفه، 60 مثلا ولا 70 منهم اصلا يخسروا، و10 15 يا دوبك يجيبوا العائد بتاعهم، والباقي هتلاقي نسبه قليله ممكن توصل ل 2 و3% بالكتير، هم دولت اللي هيجيبوا له عائد يغطي كل الخسائر اللي خسرها في الحاجات الباقيه. فلما فكرت في الموضوع لقيت ان ده مش في الاستثمار بس، ده حرفيا في كل حاجه في حياتنا ماشيه تقريبا بنفس المبدا ده، اللي احنا بنعمل حاجه ونجرب كتير ونطور ونشوف الاحسن ونعدل عليه لحد ما نوصل في الاخر لحاجه تعوض كل خسائرنا في الوقت اللي فات ده. وحتى اليوتيوب مثلا لو جيت بصيت على بدايه معظم اليوتيوبرز او شبه كلهم، هتلاقي بدايه عاديه جدا متواضعه بسيطه، الصوت مش احسن حاجه، المايك مش الطف حاجه، الاضاءه حتى مش كويسه، ولكن في الاخر هتشوفهم دلوقتي هتلاقيهم حاجه تانية تماما. وده ليه؟ لان هم بداوا باللي عندهم وكل مره يطور، شوف ايه اللي محتاج يتظبط، لا الاضاءه ممكن احسنها بالطريقه دي المره الجايه، لا المونتاج ممكن اعدله شويه، لا الصوت ممكن اشتري مايك هكذا انضف، وهكذا لحد ما توصل في الاخر ان انت تعمل حاجه جامده جدا واعلى كمان من اللي طموحك كان رسمه، بس ببدايه بسيطه جدا. فلو في حاجه هقولها لك في الفيديو ده فهي ان انت تبدا باللي موجود معاك ايا يكن ايه هو، ابدا واشتغل، طور نفسك، نمي نفسك، شوف ايه القصور اللي عندك، شوف ايه المشاكل اللي عندك، ابدا عدل عليها، ابدا طور، وهكذا. بص امشي في هذه الحلقه او في اللوب دي اللي انت بتجرب، بعدين تلاحظ تشوف ايه هي الحاجه اللي انت بتعملها وهل هي كويسه، لا فيها حته ناقصه، لا في حته عايزه تتحسن، لا والله دي طلعت حلوه ازود عليها، لا دي طلعت وحشه فاوقفها او اعدلها او هكذا. فانت تجرب ثم تلاحظ وتشوف اللي انت بتعمله ده وتاخد منه فيدباك، وبعدين تطور الحاجه بتاعتك وترجع تجرب تاني بعد التطوير، وهكذا تفضل في هذه اللوب. تعمل الحاجه تلاحظ ايه اللي بيحصل فيها، تطور عليها وترجع تجرب تاني، وتفضل تلف في هذه اللوب لحد ما في الاخر هتوصل لليفل انت ما كنتش تتوقعه. وانا متاكد ان انت قادر توصل لحته كبيره جدا ان شاء الله. ابدا وسيبها على الله. ولو الفيديو فادك باي حاجه، حسيت ان هو كويس بالنسبه لك، اعمل لايك. حاسس ان انت حابب محتوى شبه ده تشوفه بعد كده، اعمل سبسكرايب عشان ان شاء الله في محتوى كتير من نفس النوعيه. وبس كده، متنساش تحاول تغلط. السلام عليكم.